السلام عليكم، يومكم لذيذ جدا جدا جدا. انا ايه محمد وده بودكاست حكايه نعمه. لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لي فولو او سبسكرايب على حسب المنصه اللي انت بتتفرج عليها. مره كنت جايبه حاجه من المكان اللي قطعناه للابد ده خلاص. المكان ده مشهور بان هو بيسلمك الحاجه ومعاها كتالوج فيه تفاصيل التركيب وانت بقى عايش مع نفسك. طلعت الحاجه وسميت الله وابتديت اركب لحد ما جت جزئيه حسيت ان لا، لو سمعت الكلام اللي مكتوب في الكتالوج ده الحاجه دي هتتكسر وهتبوظ، ولا مش عارفه، مش حاسه ان انا عايزه اسمع كلام الكتالوج. مين اللي كلمني بقى في نص الحوسه دي؟ واحده صاحبتي، ولحسن الحظ صاحبتي دي كانت كل حاجاتها من المكان ده، يلا ربنا تاب عليها وعلينا. شرحت لها الموقف، قلت لها دلوقتي 1 2 3 وانا حاسه ان انا لو سمعت الكلام الكتالوج الحاجه هتتكسر وانا مش عارفه اعمل ايه. فقالت لي لا، انت تنسي الموضوع ده خالص، تنسي كل اللي مكتوب في الكتالوج، اسمعي كلامي واعملي 1 2 3. ما اكدبش عليكم، قفلت معاها وقعدت محتاره، كلامها منطقي ويدخل الدماغ كده واقنعتني بصراحه، بس برضو هم اللي مصنعين الحاجه وهم ادرى بيها، يعني احنا نفهم اكتر من اللي مصنع الحاجه نفسها. ما فكرتش كتير بصراحه، قمت سمعت كلامها ونفذت اللي هي قالت لي عليه. تتوقع بقى ايه اللي حصل؟ الحاجه اللي جايباها بفلوس قد كده اتكسرت. وده ليه؟ لان انا ما سمعتش كلام اللي صنعها. بصراحه انا زعلت قوي قوي على الحاجه اللي اتكسرت، بس في نص زعلي ده قلت الحمد لله. وده ليه؟ لان انا قعدت افكر، قلت كان هيحصل ايه لو ربنا سبحانه وتعالى كان خلقنا من غير ما يقول لنا التعاليم اللي المفروض نمشي عليها، وما كانش عرفنا ايه هي فطرتنا اللي احنا عرفناها قبل ما نيجي الدنيا بالاف السنين. لو ما تعرفش ايه موضوع ان احنا جينا من بدري وعرفنا فطرتنا، فتعالى احكي لك القصه. في يوم والشيخ نبيل العوضي قال ان كان يوم عرفات، المولى سبحانه وتعالى مسح على ظهر سيدنا آدم وخرج من ظهره أرواح الذرية بتاعته كلها من أول بداية الدنيا لحد يوم القيامة. يعني أنا وإنت وكل الناس دي خرجنا. ومش بس كده، ده المولى سبحانه وتعالى كلمنا وشهدنا إن هو سبحانه وتعالى الله الواحد الأحد، ثم غرز فينا الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الأعراف آية رقم 172. حاول تستشعر معايا بلطف ربنا إنه مش بس غرس فينا الفطر، كان ممكن يسيبنا بقى خلاص، ما احنا المفروض كل واحد بقى عارف من جوه نفسه المفروض يعمل ايه. لا، سبحانه وتعالى من رحمته واحسانه لينا رزقنا بالقرآن وبسنة سيدنا النبي عشان نعرف ايه التعليم والمنهج اللي المفروض نمشي عليه في حياتنا. هو اللي خلقنا وهو الوحيد القادر على انه يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. يكتشف بقى بعد كده العلم قوة وصحة الكلام ده، دي مش مشكلتنا، احنا سمعنا وقطعنا من زمان. يعني مثلا يكتشفوا ان الخمور مضرة وبتسبب تلف في المخ واستلف في الكبد، جميل، حلو قوي، حاجة مبهرة، بس احنا من زمان اصلا واحنا مؤمنين بالموضوع ده. فالحمد والشكر لله على نعمة التعاليم الدينية الجميلة، والحمد والشكر لله على نعمة الحلال والحرام. لو عجبتك الحلقة وحسيت من جواك اي شعور طيب، حسيت بالحمد او حسيت باي حاجة ايا كان اللي انت حسيت بيه، اكتب لنا اللي انت حاسه في كومنت او على منصات البودكاست بيبقى اسمها ريفيو. اتعلمتها اهو صح. لو عجبك البودكاست ما تنساش تعملي فولو عشان يوصلك كل الحلقات الجديده، وشير مع اصحابك لان كل حد هيشوف الحلقه ويحمد ربنا انت كمان هتاخد الثواب. شكرا انك اتفرجت او سمعت الحلقه للنهايه. مع السلامه. ولد اقفل.